السلام عليكم. كيفكن؟ كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. رجعت لكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو رح نحكي عن الخبر اللي إجانا، وهذا الخبر اللي رح يغير حياتي وحياة عيلتي كلياتها، رح يغيرها كتير. حتى الفيديوهات الجاية رح تكون جدا مختلفة بسبب هذا الخبر. الخبر صدمني أنا وعيلتي كمان، يعني صدمة كتير كبيرة. كيف رح أبدأ وأحكي لكم عن هذا الخبر ما بعرف، لأنه أنا عمال بحاول يعني ألاقي طريقة أشرح لكم فيها مشاعري، أشرح لكم فيها اللي أنا عشته، الصدمة. أو يمكن لأني لهلأ أنا ما طلعت من الصدمة، ما تخطيت. الخبر يا بنات كتير كان مفاجئ. الخبر يا بنات إنه صاحبين البيت بدهم بيتهم، يعني عن جد هي المرة مو مقلب، عن جد صاحبين بيتنا بدهم البيت. نحن صلنا بهذا البيت تقريبا 5 سنين، فهلأ بدهم يتزوجوا ابنهم وبدهم البيت. شوفوا رمضان يعني وما بعرف، والبيوت أصلا قليلة، وكتير كتير خبر كتير صادم. هلأ أول اشي لأنه نحن جيراننا كتير منحبهم، أنا كتير متعودة على جيراننا الأتراك، كتير كتير متعودة عليهم وبحبهم، ودائما بقول مستحيل ألاقي مثلهم. فهي خوفة إنه واحد ما يرجع يلاقي مثل هيك جيران. شغلة تانية إنه ما في بيوت أبدا. الكل اللي عايش بتركيا بيعرف قصة البيوت. إذا لقيتي بيت فعندك العنوان، تظبيط العنوان بالبيت الجديد للبيت الجديد كمان قصة كتير كبيرة. فهون بتركيا إنك تطلعي من بيت على بيت تاني أقل ما يقال عنا مبهدلة، يمكن أقل الشي، لأنه رح نتشنشط كتير. وكمان في شغلة إنه أنا أغراض بيتي كتير كتيرة، يعني صار لي 5 سنين هون، وكتير اشتريت أغراض هون، وكتير حتى في إنه غرفة القعدة من جديد أنا مشتريتها. فعندي صار أغراض كتير بهذا البيت، فالنقلة راح تكون كتير صعبة. فكتير شغلات راح تكون صعبة. نقلة أول شي تلاقي بيت، هي المهمة لحالها راح تاخد مننا وقت كتير. بعد ما تلاقي البيت، العنوان وتظبيط العنوان، وبعدها كتير شغلات. وعلى الأغلب يا بنات إذا ما لقينا بيت هون بالمنطقة اللي نحن ساكنين فيها، فعلى الأغلب إنيتنا نعمل هيك ونرجع لسوريا، لأنه يعني لهالدرجة إنه تلاقوا بيت بتركيا صعب، لهالدرجة إنه ما لقيتي بيت. أغلب اللي ما عم يلاقوا بيوت عم يعملوا هيك وبرجعوا على سوريا. فإذا ما لقينا بيت هذا اللي رح يصير. جيران بدون البيت وما في بيت تطلع عليه، وين بدك تروحي؟ بدك ترجع إجباري. من عند اللي سمعنا الخبر لهلا ونحن قاعدين وين بدنا نروح، وين بدنا نلاقي بيت. في بيوت هون اصلا هاي المنطقة ما بيسمحوا لنا انه نستأجر فيها. يمكن اللي ما عايشين بتركيا ما بيعرفوا، بس بتركيا اللاجئين بحق لهم يستأجروا بس بمناطق معينة بالمدينة اللي هن ساكنين فيها. يعني ما بحق لهم يستأجروا بأي مكان بدهم اياه بالمدينة اللي هن عايشين فيها، لا، بيستأجروا بس بأماكن معينة فقط. واللي عايشين بتركيا لاجئين فما بيحق لهم انه يطلعوا من ولاية على ولاية تانية، يعني من مدينة على مدينة تانية ممنوع يطلعوا من مدينة على مدينة، وممنوع يستأجروا وين بدهم بالمدينة اللي هن عايشين فيها. فكرمال هيك انه تلاقوا بيت صعب. يمكن ما تصدقوا يا بنات، بس انا حاسة انه هذا الخبر خير بحقي، لانه اصلا هذا البيت كتير قديم وتعبان، وانا تعبانة منه كتير وعم بعاني منه كتير. يعني بكل منطقة بهذا البيت في عيب، فانا اصلا تعبانة من البيت كتير. وكان زوجي ما عم يرضى انه نطلع غير بيت، دايما بقول لي انه مستحيل نطلع من هذا البيت الا على سوريا اذا ما طالعوا لنا جيراننا. فهي سبحان الله شاء القدر، وانه جيراننا هن اللي طلبوا البيت. برأيي انه هذا الشي كتير منيح بحقي، يعني خير ان شاء الله بحقي، لانه البيت مو بس قديم وتعبان، حتى ما مريح. يعني بالمطبخ في شمس، بس بغرفة القعدة ما بتشوف الشمس. في غرفة الثانية ما بتشوفي فيها الشمس. فيه رطوبة كتير، فيه كتير شغلات. بس أنا كان مستحيل أطلع منه هيك، لأنه أجاره مناسب كتير، ومنطقته المنطقة اللي هو إنه كتير قريبة على البلد. قبل كم فيديو أنا قلت لكم وذكرت لكم إذا تابعتوا إنه أنا جاي على بالي إنه أبدأ كل شي من الصفر. سبحان الله هيك حكيتها بعفوية، سبحان الله حسي كأنه اليوم عمال بيتحقق اللي حكيته.
رح نبدأ إجباري كل شي من الصفر، يعني رح ننتقل على بيت جديد، يعني حياة جديدة، يعني كل شي رح يكون جديد بإذن الله. فحس إنه هذا الشي منيح ورح يعطيني طاقة إيجابية أنا بحاجة إلى كتير 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 بعد الخمول اللي صابني. أنا من أول ما حبلت وأنا قاعدة بخمول جدا جدا كبير، لأنه كان حملي كتير صعب وكان الحركة فيه صعبة وكتير شغلات يعني. فحسيت بخمول كبير، وبعد ما ولدت كمان يعني على طول قاعدة جنب ابني، على طول قاعدة جنب ابني، فحس بخمول كتير كتير كبير. فحس هلا اذا انتقلنا من هذا البيت لبيت جديد انه رح يكون في طاقة، رح يكون في ايجابية، رح يكون في تغيير. وانا من الناس اللي بحبوا التغيير بالحياة، ما بيحبوا، بحب الروتين بس ما بحبه يكون ثابت كل هالشي لفترة كتير كتير طويلة. او بحب الروتين بس يكون فيه شوية تغييرات، ولو ما انه تغيير كلي بس يكون شوية تغييرات. ونحن صلنا فترة طويلة روتيننا ثابت ما عم يتغير ابدا. فهذا إذا انتقلنا من بيت لبيت جديد، فإن شاء الله رح يكون في طاقة جديدة، روتين جديد، حياة جديدة بإذن الله. ولو رجعنا على سوريا أنا ما رح أزعل، مع أني من زمان كنت دائما ضد هاي الفكرة، ودائما إنه زوجي بده يرجع أنا ما بدي، دائما أقول له إنه أنت رجع لحالك، ارجع، وإذا يعني لائمك الجو حسيت كل شي تمام أنا برجع على سوريا. إذا كان في بيت هنيك أحسن إنه أنزل من تركيا دغري على سوريا على بيت أستقر فيه، ما أتمرمط إنه عند كل حدا شوي، عند كل حدا كم يوم، عند كل حدا كم يوم. أنا ما بتحمل، بلاقي كتير صعبة مو شوي كتير. فلازم أول شي هو ينزل ويستأجر بيت ويظبط كل شي، وبعدها بننزل أنا والأولاد وبننزل دغري على بيتنا. عرفتوا يا صبايا؟ وكمان حتى بسوريا انكم تلاقوا بيت مانو امر هين بهالايام، كله عم بيكون صعب. الله يكتب لنا اللي فيه الخير يا رب، ويكون يا ربي انه انا متمنية من كل قلبي انه هذا الخبر على قد ما نحن مصدومين منه وحاسينه انه كتير شيء صعب وكتير شيء ما عم نقدر نتخطاه، على قد ما يكون هو خير بحقنا. دائما كانوا يقولوا انه وراء كل شر خير، وراء كل شر خير. فبتمنى من كل قلبي ان شاء الله يكون هذا الشر اللي هن مفكرينه شر، عائلتي زوجي ولادي مفكرين انه هذا الشيء شر، يكون خير يا رب. هلا الاولاد لانه متعودين على هذا البيت كتير وقريب على كل شيء لنا، فهن كرمال هيك زعلانين. بس برأيي ان شاء الله بكره بس نطلع على بيت جديد، فبرأيي رح يحبوه، يمكن يتأقلموا عليه ويتعودوا عليه اكثر من هذا. يا بنات أمانة ادعولي من كل قلبكم بهالأيام الفضيلة، أيام رمضان. ادعولي هيك الله ييسر أموري ويفرج همي وهمكم يا رب بجاه الحبيب محمد. ختمت لكم الفيديو بصينية هالبريوشات اللي عملتها من تحت دياتي، كانت كتير طيبة، عملتها على ايدي كتير كنت فرحانة فيها. يا بنات بشوفكم في فيديو جديد، لا تنسوا تحطوا لي لايك، وإذا مو مشتركين بالقناة اشتركوا. سلامات.